السلام عليكم. النهارده لكل الناس اللي سألت عن الاير فراير ال 18 لتر الجديده من سوكاني وايه الفرق ما بينها وما بين ال 12، فاحنا جبنا الاثنين النهارده وهنوضح بعض الفروق اللي موجوده فيهم. بالنسبه لل 12 اللي هي ال 003 هي متغلفه بالكامل من بره بالبلاستيك، لكن ال 18 اللي هي 1.3.2 تحس ان هي من الصاج مش البلاستيك. المفصلات هنا من البلاستيك لكن المفصلات هنا من الصاج. من بره اللي واضح قدامنا ان ال 12 هي اللي اكبر من ال 18، لكن الفعلي من جوه ان ال 18 اعمق شويه، صحيح مش كتير لكن في فرق. تمام، يعني العمق بتاع دي حوالي 25 سنتي لكن دي حوالي 24، فالفرق ما يستاهلش كتير. بالنسبة للأبعاد بتاعتها الفرق برضو مش كبير، يعني احنا بنتكلم مثلا ان دي 33 سنتي عرض، دي 29.5، فالفروق مش كبيرة. ال 12 القلاية ال 12 ديت 1700 واط، لكن ال 18 1800. من فوق في ال 12 بيبقى مكتوب عليها كل أكلة بتاخد وقت قد ايه والحرارة بتاعتها، لكن ال 18 مش مكتوب عليها أي حاجة من الحاجات دي، لكن بيشفع لها ان الكتالوج اللي موجود معاها موضح كل الحاجات اللي زي كده. هنا بنلاقي فيها بكرتين، بكرة للحرارة ودي بتبدأ من درجة حرارة 80 لغاية حرارة 200، لكن هنا درجة الحرارة من 80 ل 230. هنا البكرة بالنسبة للبكرة التانية هنا فديت للوقت واللي هي أقصى حاجة ليها 30 دقيقة، لكن هنا البكرة التانية بتاعت الوقت بتوصل لغاية 60 دقيقة. هنا في بكرة تالتة، البكرة التالتة دي بتوضح لنا ان دي مش بس مجرد اير فراير، لا هي اير فراير وتوستر وجريل وللدراي فروت، وكمان ممكن يتعمل فيها بيتزا. هنا ممكن يتعمل كل الكلام ده لكن هنا ما فيهاش جريل. تمام، دي فيها رفين للجريل ودي فيها رف واحد، دي فيها رف واحد منع للالتصاق، وهنا نفس الحكايه. لكن الباسكت بتاع التدوير في ال 12 اكبر من ال 18، ودي بصراحه كانت حاجه غريبه جدا بالنسبه لنا. يعني احنا هنفتحها من جوه دلوقتي وهنوري لحضراتكم الفرق ما بين الاثنين باسكت من جوه. الباسكت التدوير زي ما احنا شايفين كده بالنسبه لل 12 لما بنقرب الاثنين جنب بعض لا بنحس ان فعلا هو اكبر من ال 18، وبصراحه دي كانت حاجه غريبه جدا بالنسبه لنا. بالنسبة للأرفف الداخلية فالرف برضو يبان ان هو اكبر لكن هي فروق بسيطة جدا، لكن ال 18 فيها عمق اكبر من ال 12، لكن لما بنحط الاتنين على بعض بنحس ان لا ال 12 هي اللي اكبر شوية. تمام، لكن ممكن علشان هو بشكل دائري. نفس الكلام بالنسبة للصاج المعدن اللي هو مانع للالتصاق. تمام، فدي كانت معظم الفروق اللي احنا شفناها فيها، ولو لقينا اي فروق تانية هنضيفها على الفيديو الجاي. انتظرونا في الفيديو القادم ان شاء الله.